شاء الله يقوم بالسلامة. انا كان سبب اصلا اعتزالي هو انه الفرصه اللي ياخذها اللعيبه الشباب يعني الوجه الكامل، خصوصا حتى في المباريات الوديه السابقه، وزي ما شفنا الحمد لله ظهر لنا اكثر من اسم. عودتي كانت بعد اتصال بيني وبين المدرب ريكارد زي ما الكل عارف ايضا. هو كلام طبعا معاد، لكن اقنعني بانه الشباب ايضا يحتاجون الى من يقف يعني معهم يدعمهم. وانا في اي وقت انا قلتها من قبل، اذا كان هناك اي سبب يحتاج ياسر تواجده في المنتخب راح اكون تحت رهن اشاره المنتخب، وهذا انا الحين متواجد. انا دائما اقولها ولا زلت اقولها وسابقى اقولها، يعني انه انا اذا كنت حتحمل اخفاق اي مسؤوليه اخفاق منتخب فهذا شرف بالنسبه لي. اذا كان ياسر يتحمل مسؤوليه كامله يعني معناته ياسر شيء كبير في النقطه هذه. والله سؤال صراحة إجابة صريحة منك ياسر، ولكن خليني أسألك الآن، خلينا نعود لتمرين المنتخب السعودي، كيف شايف استعداد اللاعبين؟ كيف شايف الحالة النفسية أو المعنوية مع اللاعبين؟ والله الامور الحمد لله عالي العال، زي انت ما تشوف روح معنويه عاليه. لازلنا احنا في ثاني يوم يعني في المعسكر، والشباب شادين الحيل، وان شاء الله في البطوله ان شاء الله المنتخب راح يكون جاهز من خلال اول مباراه باذن الله.